الحكمة اللي بتخلي معظم المتعاطفين في حياتهم نرجسيين، وايه الحل؟ عايزه اقول لكم سبحان الله ممكن يكون ربنا الهمني باللي انا هقوله لكم النهارده ده، عشان لو في حد عاقل بيسمع ما يقعش في نفس الفخ. لان انا معرفتش ده غير بعد ما اتفرمت، اتكسرت واتبنيت، فقدرت ان انا افهم. فده يعتبر هدية، الفيديو ده هدية للناس اللي ممكن تكون بتعاني، الناس المتعاطفة اللي بتعاني ومش عارفة آخرة اللي هي فيه ده ايه، ومش عارفة ليه من يوم ولادتها كمان هي مش بس بتجذبهم في الشارع ولا بتجذبهم في علاقات، ده هم محطوطين معاهم في نفس البيئة من منذ الولادة. فانا هقول لكم النهارده الحاجه. عايزه اقول لكم انا اسمي روناء، وهدفي من القناه ان احنا نفتش وندور جوانا على الحاجات البايظه ونصلحها، ونرتب كل حاجه ونحط كل حاجه في مكانها وكل علاقه في مكانها، عشان ده بيأثر على حياتنا بشكل احنا مش متخيلينه. في سببين ليه النرجسيين موجودين في حياه المتعاطفين. اكتر شخصيه طيبه وناعمه وقلبها رقيق زياده عن اللازم بتقع في نصيب اكتر شخصيه ما عندهاش ريحه الاخلاق، شخصية من أخبث الشخصيات اللي موجودة في العالم. أول سبب، ودي الحكمة ربانية، إن كل شخص من دول المتعاطف والنرجسي كل واحد فيهم يبقى مراية للتاني، وهشرح لكم دلوقتي ازاي. المتعاطف الزيادة قوي عن اللازم، المتعاطف لدرجة أنا أسفة الهبل، المتعاطف اللي من النوع ده بيبقى والعياذ بالله كده وكأنه بيشرك الناس في عبادة ربنا، بيحب الناس حب جم، بيحب بزيادة، بيدي بدون حدود، بيأفور في العطاء، بيجي على نفسه ويجي على صحته ويجي على حياته علشان خاطر يدي الناس. وده أنا بحس إن فيه وكأنه بتشرك ربنا، بتشرك حبك المفروض يبقى ربنا وعبادتك المفروض تبقى ربنا، بس بتشرك فيها الناس. وبعدين المتعاطف يا جماعة بيعمل مصيبة وكارثة كمان، انه بيحس بالناس زيادة عن اللازم. انا مش بتكلم عن التعاطف الطبيعي او التعاطف العادي، التعاطف المفرط اللي هو لما مثلا يشوف واحد بيشحت في الشارع قلبه يتقطع ويتخيل نفسه مكانه ومش عارفه ايه، وطبعا هو بقى ايه من جواه في قارة نفسه، هو متباهي بنفسه، هو جميل وطيب وبتاع، بس هو بيأذي نفسه. دي مش مساعده. يعني لما اشوف حد تعبان او مهموم او اروح اساعده، اديله اللي اقدر عليه، اديله حاجه لله، اقف جنبه لو انا قادر، ادعي له، ادعي ربنا اللي خلقني وخلقه انه يساعده، انه يحميه، انه يحفظه، انه يديله. لكن ان انا اتعاطف بزياده وكاني عامل نفسي والعياذ بالله برضو اله صغير كده، انا اللي يعني متكفل بكل، انا اللي بحس بكل الناس دي، انا اللي هصلح حياه كل الناس دي. وبيتعاطف مع ايه؟ بيتعاطف مع حد نرجسي مثلا، يتعاطف مع شخص نرجسي. انتوا عارفين التعاطف مع النرجسي ده اصله هو طفولته كانت مش عارفه ايه، بقى شخصيه مؤذيه وحقيره، بس اصله هو طفولته ومش عارفه وهو هيتغير وانا هغيره، وانا هغيره بالحب وبالعطاء وبتاع، ويفضل يدي النرجسي يدي النرجسي، والنرجسي يقوم يديله على قفاه. برضو انا اسفه معلش انا بس يعني اجريسيف شويه، اصل انا عارفين لما تكونوا انتوا اتفرمتوا قوي من حاجه بس مش عايزين حد يعني ايه، بتعلموا الناس، يعني يمكن حد يستوعب ويتعظ مثلا ويبقى عنده حكمه وايه ما يقعش في الغلط برجليه، يعرف يمشي من بعيد يعني. وعارفين كمان اللي هو ايه، الشخص المتعاطف قوي المفرط ده لما يشوف حد كده ويتألم له قوي وبتاع، مش انت عايز ألم؟ طب اتألم. مش انت عايز حزن؟ طب احزن. بتلاقوا حياته بايظه، حياته متكسره، طاقته النفسيه ضايعه في تفاهات وحاجات فارغه، بدل ما يساعد بحاجه ماديه، بدل ما يحافظ على طاقته النفسيه، بدل ما يعرف مين اللي يستاهل المساعده ومين يستاهلش المساعده، مين الخبيث اللي ما يستاهلش فعلا ان حد يقف جنبه، مين الكويس اللي يستاهل ان يقف جنبه. لا، لا، الراجل عامل فيها ان هو بقى ايه، شلال عطاء. طيب الشلال ده هينزل فوق دماغك يغرقك، يقع تحت ضرس مين؟ النرجسي، فيفرمه. النرجسي بقى، النرجسي هو بيبقى ملتمس لنفسه العذر دايما، بيعمل كل الموبقات اللي في الحياة، بيدمر الناس على قد ما يقدر، ولكن شايف نفسه دايما مظلوم، دايما غلبان، دايما منكسر يا حرام، عشان هو مر بطفولة صعبة، أو مر بشباب صعب، أو مر مش عارفة إيه، فيشوف حد مر بنفس الظروف في نفس البيئة وما بقاش شيطان زيه، ما بقاش خبيث زيه،
يمكن يتعظ. المتعاطف بيبقى مراية للنرجسي يشوف فيها خبث وسوءه، فهتتغير، هتبقى أحسن ولا هتبقى برضو مختار اللي انت فيه وبرضو عامل لي فيها المظلوم وعامل لي فيها الضحية؟ طيب بالنسبة بقى للمتعاطف، بيشوف في النرجسي مراية لضعفه، هتفضل مستمر في الضعف ولا هتحافظ على نفسك؟ هتفضل هتروح تعبد ربنا لوحده وتتضرع وتتوسل ليه، ولا تروح تتضرع وتتوسل للناس؟ عايز الناس ترضى عنك، عايز الناس تحبك حتى لو هتيجي على كرامتك، على وقتك، على صحتك، على بيتك. هتعمل ايه؟ عارفين ان مستضعفين، ايه انت استضعفت بمزاجك ولا انت اللي عملت كده مجبر او استضعفت مجبر؟ فالاتنين بيكونوا مراية لبعض. فطول ما انا لسه ما شفتش صورتي في المراية دي ولسه ما اتهزتش واتحركت وبعدت عن النرجسي ده، او عرفت حدودي فين، او عرفت ان التوسل لله، عرفت ان البذل الزيادة عن اللازم ده يبقى لله وده في عزة، انما للناس وبالذات الخبثة في ذلة، هتفضل تمر بنفس التجربة. ما هو ربنا عرفنا من يوم ما اتخلقنا، يعني في واحدة مثلا او واحد يبقى ام او ابوه نرجسي، في واحدة او واحد يبقى اخته او اخوه نرجسي، فهو ما اختارهمش، هم مش صحاب، بس عشان انت شخصية كده. لو الشخص ده مش موجود في حياتك هتفضل كده، هتفضل بلا حدود، هتفضل متهان، هتفضل تشرك الناس في عبادة ربنا. فلازم كنت تاخد الدرس ده. طيب لو تعلمته، اصلا النرجس ده هيبطل يبقى ليه تأثير عليك. لو انت تعلمت الدرس خلاص، هو مفيش تأثير خلاص. فكده كده الدرس هيتوقف عن ان انت تاخده، خلاص انت اتعلمت. الحاجة التانية بقى، ودي مرة سمعتها من دكتور مصطفى محمود وفضلت أسأل نفسي عليها بتهيالي فترة طويلة قوي، هو كان يقصد ايه؟ كل ما افتكر الجملة اقول هو كان يقصد ايه. معرفتش افهم من شرحه 100%، بس دلوقتي فهمت. انه في آية لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الارض، اتمنى اكون قلتها صح. انه الناس بتدفع بعضها البعض وده اللي بيخلي الحياة تستمر. تخيلوا معايا كده لو الحياة كلها متعاطفين من النوع اللي انا بقول لكم عليه ده بزيادة. عايزة اقول لكم على حاجة، هم شوية جروب متعاطفين كده مع بعض، هينسوا عبادة ربنا، هينسوا الدنيا، هينسوا الحياة، هم بس عايزين شوية اللي عارفين الدفى ده بتاع اللي هم عايزين حياة مثالية زيادة عن اللازم وبتاع، وكأنه خلاص راح الجنة. على فكرة المتعاطفين بيدوروا على اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة زيادة عن اللزوم اللي هتشغلهم أصلا عن رب المدينة، هتشغلهم. مفيش حافز ولا دافع لتطوير الذات بقى. ما هو جواه يعني عايز سكينة مفرطة كده وبتاع، لا هيجري ولا يسعى في الجنة بقى إن شاء الله. بس في الدنيا أنا لازم أجري وأسعى وأطور من نفسي وأعدي حواجز وأعدي صعوبات عشان الدنيا تفضل تستمر. دي بقى الحكمة الكونية بقى، حكمة الربانية في الكون بقى. يا رب بس أكون يعني توفقت في الكلام اللي أنا بقوله النهاردة، إنه هنقعد جنب بعض كده وهنعمل بقى إيه حاجة لذيذة كده وتولع الدنيا هتنتهي. النرجسيين بقى او الخبثاء عموما هم حياتهم كلها صراع بس، حياتهم كلها تنافس بس، حياتهم كلها وسع مش عارفه ايه بس. فلو الناس كلها كده، لو كل الناس في البيئه الواحده كده، الناس هتنهي على بعض خلاص، يعني هتقضي على بعض خلاص، هتنهي الحياه، فالحياه برضو هتنتهي. فوجود الخير والشر ودفعهم لبعض طول الوقت من الحاجات اللي بتخلي الحياه تستمر. فاحنا نتعلم من ده ايه؟ نتعلم اني ما احطش نفسي في السيتويشن او ما احطش نفسي في المكان اللي يخليني دايما قصاد حد معين انا وهو بندفع في بعض. يعني بلاش الافراط زيادة عن اللازم. وطبعا النرجسي مفرط تماما، مفرط ما فيش. بس العاطفي قوي، المتعاطف قوي الزيادة عن اللازم ده مفرط جدا. لو وصلنا للتعاطف المتزن، لو وصلنا لان احنا نبقى ناس متزنة، فمش هيبقى للنرجسي تأثير على حياتنا أصلا. حتى لو احنا اتولدنا في نفس البيئة اللي هو فيها، خلاص انت فهمت القصة فيها ايه، فهمت اللعبة فيها ايه، فهمت انت موجود في المكان ده ليه وتعلمت الدرس، فيبطل ليه تأثير عليك. انت هتلاقي نفسك بتبعد عنه، هتلاقي نفسك بتقرا الناس صح، هتلاقي نفسك بقيت متزن، فالناس اللي هتقرب منك هتبقى الناس المتزنة، لأن انت هتقفشهم لو هم مش متزنين.
وبعدين انت هتبقى متوفق بقى من ربنا، ما انت مع ربنا خلاص، هبقى بقدر اتحرك في الحياه، هبقى بقدر اسعى في الحياه. للاسف المتعاطفين بشده بيستهلكوا بسهوله وبيستنزفوا بسهوله تحت اي ضغط، اي ضغط ولو بسيط. فهم هتسعى وتتقدم في حياتك ازاي؟ لو انا بقيت شخص متعاطف باتزان، لو متعاطف مع حد بديله، بطبطب على اللي يستاهل، بحب اللي يستاهل، ببعد عن اللي ما يستاهلش، ما بلتمسش العذر لحد مؤذي زياده عن اللازم ومش عايز يتغير، بسعى بجتهد في حياتي، عارفه ان الحياه مش بس نوم تحت اللحاف يعني واتدفى كده وخلاص. لو الحاجات دي كلها موجوده فانت بقيت انسان متزن. فما اعتقدش ان خلاص النرجسيين هيبقى ليهم دور في حياتك anymore، وكل واحد هيروح لحاله بقى. اتمنى ان انا اكون بجد اتوفقت في اللي انا قلته لكم النهارده ده، واتمنى تكون الرساله وصلت، لان هي مش ضروري ناخد العلقه التمام علشان نفوق، مش ضروري. هتلاقيهم طالعين لكم من تحت الارض لو انتوا متعاطفين من النوع ده، من النوع المفرط ده قوي يعني بزياده. هتلاقي النرجسيين والخبثاء والملاعين طالعين لكم من تحت الارض. لازم تحافظوا على حدودكم، لازم يبقى علاقتكم القوية وتعلقكم الشديد بربنا بس. وبس كده، يا رب تكون الرسالة وصلت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامة.